السلام عليكم. ازيكم؟ ازاي اكون مثالية؟ طيب سؤال، هو انا مطلوب مني اني اكون مثالية؟ اكيد لا، مش مطلوب منك انك تكوني مثالية، لان الكمال لله وحده، واحنا بشر، فاكيد هيبقى فيه تقصير واكيد هيبقى فيه اخطاء، ولكن مطلوب منك انك تعملي اللي عليكي وما تكونيش مقصرة مع اولادك. طيب اعملها ازاي دي؟ ايه المقياس بتاعي في تربية اولادي؟ وازاي اصلا اعرف ان انا بعمل اللي عليا ولا لا؟ وازاي ما اوصلش لمرحله اني احس بالتقصير دايما وجلد الذات؟ هقول في الفيديو ده بعض الاشياء والنقاط، لو عملتيهم مع اولادك يبقى انت كده بنسبه كبيره ماشيه في الطريق الصح. اول حاجه، تقوى الله. الله عز وجل يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى وانا بربي اولادي استشعر دايما ان صلاح ابنائي في الدنيا انا الاساس فيه، ان انا لو ربنا في حياتي كلها وبعامل ربنا في كل حاجة، اكيد ده هيعود على اولادي بالخير وبالصلاح. الفضيل بن عياض يقول: اني لاعصي الله فاعرف ذلك في خلق حماري وخادمي وامرأتي وفقر بيتي. يعني انا لما بعصي ربنا او بعمل ذنب بشوف اثار الذنب ده في الناس اللي عايشين معايا في البيت. ودايما نفتكر الآية في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. إن الله عز وجل حافظ الكنز بتاع الطفلين الأيتام بسبب إن أبوهما كان صالح. يبقى تقوى الله إن أنا أتحرى الحرام والحلال في كل حياتي، بقدر الإمكان أكثر من الطاعات وأبعد عن المعاصي. طبعا إحنا بني آدمين وكل بني آدم خطاء، ومش هنقدر نبعد عن المعاصي بشكل كامل، ولكن خير الخطائين التوابون. رقم 2، إني أكون قدوة لأولادي. يعني ما ينفعش أقول لبنتي صلي وأنا ما بصليش، ما ينفعش أقول لابني ما تدخنش وأنا بدخن، ما ينفعش أقول له ما تشتمش وأنا بشتم، ما ينفعش أبقى بعلي صوتي وزعق وصوتي جايب آخر الشارع وأقول لبنتي كلميني بصوت واطي ووطي صوتك. ما ينفعش اعلم بنتي تنقل الكلام، تيجي من بره اقول لها فلانه قالت ايه وفلانه عملت ايه. لازم اكون قدوه لاولادي بحسن الخلق. رقم 3، علشان اكون كويسه لازم اتواصل مع ابنائي. اتواصل مع ابنائي على المستوى الفكري، على المستوى الوجداني، على المستوى السلوكي. على المستوى الفكري ان انا اقعد اتكلم معاهم، اتناقش معاهم، اشوفهم بيفكروا في ايه، اهتماماتهم ايه، واروح معاهم في الحتة بتاعتهم. على المستوى الوجداني ان انا اعبر لهم عن مشاعري. على المستوى السلوكي يكون في تواصل عن طريق الاحضان، عن طريق القبلات، يكون في تلامس جسدي بيني وبينهم، يكون في طبطبة، يكون في مسح على الراس. لازم اعبر لولادي عن حب بالسلوكيات. رقم 3، ضبط النفس والتحكم في العصبية. انا عارفة ان الموضوع بيبقى صعب لان الولاد طول الوقت بيعملوا حاجات يستفزونا بيها، ولكن افتكري انه في الاخر ده طفل وبيتعامل معاكي بعقلية الطفل البدائي، فاكيد معظم تصرفاته طول اليوم هتبقى مستفزة ليكي، ولكن عصبيتك ممكن تعمله مشاكل نفسية، ممكن تعمله مشاكل سلوكية زي التهتهة، التبول لا إرادي، نتف الشعر، قدم الأظافر، مشاكل كتير انت في غنى عنها. رقم 4، الأم الجيدة ما بتضحيش علشان ولادها وبعدين تيجي تمن عليهم وتقول لهم أنا ضحيت علشانكم، أنا حرمت نفسي علشانكم. في الحقيقة أنت ما ضحيتيش عشانهم، أنت عملتي دورك وواجبك ومسؤوليتك اللي الله عز وجل يسألك عليها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فما تمنيش على أولادك وتقولي لهم أنا ضحيت علشانكم، علشان هم بس لما كبروا أنت مش لاقية مقابل للي انت عملتيه. وللاسف ده بيبقى ده بسبب طريقه التربيه الغلط، ان الام بتفضل تدي الولاد وهم صغيرين وبتريحهم جدا وبتقوم بكل مسؤولياتهم، فبتكتشف لما يكبروا بدل ما هم يدوها ويشيلوها وهي كبيره، هم خلاص اتعودوا على الاخذ بس، فبقى عندهم انانيه وعايشين لنفسهم فقط. الام الجيده علشان تقدر تربي ولادها وتستمر في تربيتهم بشكل صحيح يكون عندها تقدير لذاتها ولنفسها، تعرف تعمل توازن في كل جوانب حياتها.
اللي بيحصل ان معظمنا بيفضل يضغط على نفسه وما بياخدش بريك لحد ما بتلاقي نفسك انهارتي مش قادرة تكملي. ان لنفسك عليك حق، ولربك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حق. انت هتدي كل واحد حقه، ومن ضمنهم نفسك. لازم كل فترة تاخدي بريك، لازم علشان تقدري تكملي. عارفة بالظبط انت عاملة زي ازازة المية، انت بتدي شوية لشغلك وشوية لولادك وشوية لصحابك وشوية لزوجك وشوية لأهلك. لو انت كل فترة ما شحنتيش ومليتي الازازة دي، في وقت من الاوقات هتلاقي نفسك فضيتي، انت انهارتي، مش قادرة تكملي، مش قادرة تدي اللي حواليكي، ومش قادرة تقومي بدورك وبمسؤوليتك. علشان تكوني بتربي ولادك بشكل صحيح لازم تكوني متابعة ويكون عندك بعض المعرفة عن الطرق والأساليب والوسائل اللي تربي بيها ولادك، واللي تعينك على تربية أولادك. لأن الزمن اختلف، فتربية الولاد ما بقتش زي زمان، فتربية زمان ما بقتش تنفع دلوقتي، والأساليب زمان ما بقتش تنفع دلوقتي. فلازم كل فترة تقرأي كتاب، تسمعي حاجة، تتعلمي حاجة جديدة في تربية أولادك. أكيد لما نقول أم فهي مصدر الحنية والحب والمودة في البيت. الوظيفة الأساسية للمرأة عامة، سواء كانت بنت أو أخت أو زوجة، إنها تكون مصدر الحنان في البيت. ولكن للأسف لأسباب كتير ومع ضغوط الحياة، معظم الأمهات دلوقتي أصبحوا مصدر للضرب والزعيق والصراخ في البيت. علشان تكوني عملتي اللي عليكي في تربية أولادك، لازم تعلميهم القيم والأخلاق والسلوكيات والمبادئ. لان في امهات للاسف بيتهاونوا في الموضوع ده وبيقولوا الزمن كفيل انه يعلمهم. لا، هو انت لو معلمتهمش للاسف ما فيش حد تاني هيعلمهم. لو انت معلمتيش ابنك ازاي يطلع راجل ويعني ايه رجوله، هتطلع لنا العاهات المشوهه اللي احنا بنشوفها. لو انت ما ربيتيش بنتك على ان هي يعني ايه انثى، وازاي تكون انثى، وازاي تتعامل بره البيت، وايه حدودها مع الناس سواء رجال او سيدات، هيجي حد تاني يعلمها بشكل خاطئ، والنتيجة أكيد كلنا شايفينها. الأم الواعية تبقى لماحة وتعرف إمتى ولادها متضايقين، إمتى ولادها عندهم مشاكل، وتعرف تساعدهم في حل المشاكل دي. الأم الواعية دايما تدعي لأولادهم وما تدعيش عليهم. والسلام عليكم.